تبدأ حكايتنا النهاردة في مكان اسمه الكومانجا، والمكان ده كانت الناس عايشة فيه مع التنانين. بس وقتها كانت التنانين بتساعدهم في كل حاجة، زي مثلا إنها تغير لهم الجو، وكمان تنزل لهم المطر، واللي كانت بتخليهم كمان يعيشوا كلهم في سلام. بس ده لحد ما ظهر لهم وحش مرعب، والوحش ده بيكون اسمه درون. وفي وقت قليل جدا قدر الوحش ده إن هو ينتشر بسرعة رهيبة في كل المنطقة بتاعتهم، وكان أي حاجة بيلمسها بيحولها فورا لحجر. وده حتى التنانين اللي كانت بتحاربه بكل قوتها اتحولت لحجر. بس ده لحد ما آخر تنينة واللي بيكون اسمها سيسو جمعت كل سحرها في جوهرة، وبعد كده حبست فيها الدرون ده. ووقتها بترجع كل حاجة طبيعية مرة تانية، بس ما عدا التنانين. وبعد شوية بنشوف بطلة فيلمنا واللي بنعرف ان اسمها رايا، وبتبدأ رايا تدخل في نفق، وبيكون معاها حيوانها الصغير اللي بيلف زي الكورة، وساعتها بتخليه يعدي قدامها، وده علشان يكتشف لو كان في فخ في المكان ولا هيكون أمان بالنسبة لها. وبعد ما رايا بتخلص النفق ده بتوصل في الآخر لبوابة، وأول لما بتفتحها وبتدخل بتلاقي قدامها جوهرة. بس فجأة بيجي حارس الجوهرة دي وبيحاول ان هو يوقفها علشان ما تقربش من الجوهرة اكتر. وبعد شوية بيشيل الحارس ده القناع اللي على وشه، وبنكتشف وقتها ان هو بيكون والد رايا، وان هو كمان كان بيدربها ويختبرها. وفعلا نجحت رايا في الاختبار ده، وبعدها بيقعدوا هما الاتنين يتكلموا، وبتفضل رايا باصة للجوهرة وهي مبهورة بيها جدا. فبيقول لها باباها ان هما من فترة طويلة جدا وهما بيحرسوا الجوهرة دي، وإنها دلوقتي خلاص بقت الحارسة الرئيسية للجوهرة دي. وبعد كده بتتمشى رايا مع والدها في القصر، واللي بيعرفها كمان إن زعماء الأراضي التانية اللي اتقسمت بعد موت التنانين جايين عندنا علشان يحاربونا وكمان ياخدوا مننا الجوهرة. فبتتحمس رايا جدا وبتقوله كمان إنها مستعدة علشان تقاومهم كلهم. فبيسألها والدها وبيقولها تعرفي إيه عنهم؟ فبتقوله على طول إن أول منطقة فيهم مليانة مرتزقة وصحراء شداد جدا. أما بقى تاني منطقة فبتكون سوق مشهور بالصفقات السريعة وبيكونوا مقاتلين بارعين جدا. لكن تالت منطقة فبتكون غابة الخيزران المتجمدة. ورابع منطقة بقى فدول بيكونوا ألد أعدائنا، وبتكون مدينة بيحميها مجموعة أشرار وقتلة. بس بابا بيقول لها إحنا زمان كنا كلنا بلد واحدة وكمان متحدين، وأنا على طول بتمنى إننا نرجع كده مرة تانية، وعلشان كده عزمتهم كلهم على وليمة، وده علشان نتكلم مش علشان نتحارب خالص، وكمان نحاول نصحح الوضع قبل ما ندمر بعض كلنا. وفعلا بيتجمع كل زعماء المناطق التانية. وقتها بيبدأ والد رايا بالسلام وبيقول لهم كلهم أهلا بيكم. بس للأسف محدش منهم خالص بيقبل عليه أو بيكون عاوز السلام أصلا. ولما بتشوف رايا اللي حصل تتقدم وبتقول لهم مين جعان؟ فبتروح بنت زعيمة من القبائل التانية بكل تلقائية وبتبدأ تعرفها بنفسها، وبتقول لها كمان إن اسمها نماري. فبترحب رايا بيها جدا، وبعد كده بتاخدها للوليمة، وبيقعدوا البنتين مع بعض وهما بيتكلموا. وقتها بيكتشفوا إن في ما بينهم حاجات كتير مشتركة، وبتحكي لها نماري وبتقول لها إن بلدهم دلوقتي بتعاني كتير، بس بالرغم من كده بتبان من بره إن هي جميلة جدا. وبتعرفها كمان إن الأساطير عندهم إن التنينة سيسو ما ماتتش وإنها لسه عايشة، وبتطلع لها مخطوطة من معاها وبتوريها الراية وبتشرح لها إن الأسطورة بتقول إن بعد ما سيسو قدرت تتغلب على الدرون نامت في النهر. فبتسألها راية على طول وده بيكون أنهي نهر، لأن إحنا عندنا أنهار كتير جدا. بس بترد نماري وبتقول لها إن مفيش أي حد خالص قدر يعرف هي فين. وبتقول لها كمان تخيلي لو عرفنا نوصلها إحنا أكيد كل المشاكل بتاعتنا هتتحل. وبعد شوية بتهدي نماري سلسلتها واللي بتكون على شكل سيسو التنين الراية، وبتاخدها راية منها وبتحبها جدا. وقتها بتقرر ان هي توريها الجوهرة. بس اول ما بيوصلوا هناك فجأة بتظهر نية نمار الشريرة وبتقول لراية شكرا جدا علشان وصلتني للجوهرة، وكمان بتوقع راية على الارض وبيبدأ البنتين يتحاربوا، وبتطلع نمار شعلة وبترميها في السماء. بس وقتها بيشوفها والد راية والزعيمة الشريرة بتاعة القبيلة اللي بتكون مامة نماري، وبسرعة بيدخل الجنود على الراية. بس وقتها بنت الزعيمة الشريرة بتقول إن خلاص الجوهرة بقت بتاعتهم،
بس والد رايا بيجي بسرعة علشان يدافع عن الجوهرة. وبعد كده بيدخل زعماء المناطق التانية، وساعتها بيقول لهم والد رايا إن هو مؤمن إن هما يقدروا يحطوا إيديهم كلهم في إيدين بعض، وبكده هيقدروا يرجعوا الكومانجا من تاني. بس في نفس الوقت اللي والد رايا بيكون بيتكلم فيه، فجأة بيطلق حد سهم وبيدخل في رجل والد رايا. وبعدها بنشوف كل زعماء المناطق التانية وهما بيتخانقوا مع بعض على الجوهرة. بس للأسف فجأة الجوهرة دي بتقع منهم وبتتكسر، وبعدها تتهز الأرض جامد جدا وبيدخل عليهم الدرون، وبسبب كده تتحول الناس كلها لتماثيل. وبنشوف والد رايا وهو بيحاول يحميها من الدرون. وفي نفس الوقت ده كان كل زعماء المناطق التانية بيجروا علشان ياخدوا أجزاء من الجوهرة المكسورة، وبعد كده بيجروا كلهم لبعيد علشان يهربوا من الدرون. وساعتها بيقع والد رايا على الأرض وبيقول لها كمان إن هي دلوقتي بقت هي الحارسة، وبيوصيها إن هي لازم تكمل وما تستسلمش خالص. وبعد كده بيرميها في المية لأن المية هي اللي بتقاوم الدرون، وبيتحول والد رايا هو كمان لحجر. وبنشوف رايا بعد سنين لما بتكون كبرت وهي ماشية في منطقة بس بتكون متدمرة خالص، والناس كلهم هناك متحولة لتماثيل من الحجارة، وبتفضل ماشية مع حيوانها اللي بيكون كبر هو كمان لحد ما بتوصل عند نهر، وهناك تتمنى ان يكون النهر ده هو اللي يكون فيه التنينة سيسو. بس فجأة بيظهر لها الدرون وبتحاول رايا تقاومه بسرعة بجزء من الجوهرة اللي معاها لحد ما بيمشي. وبعد كده تفضل رايا تكلم الحيوان بتاعها وبتقوله كمان ان هي دلوقتي بقى ليها 6 سنين بتدور على النهر اللي فيه التنينة سيسو، بس للأسف ما قدرتش توصل لأي حاجة. وبتشوف قدامها حطام سفينة قديمة، فبتدخل رايا جواها وبتقعد تتكلم وبتكون ماسكة في ايديها سلسلة سيسو التنينة، وبتقول لها كمان انا فضلت ادور عليكي 6 سنين لحد اخر نهر، ولحد دلوقتي مش لاقياكي، واحنا دلوقتي بجد محتاجينك جدا. وفجأة بتظهر سيسو فعلا وبتتكلم مع رايا، واللي اول ما بتشوفها بتنبهر بيها جدا، وبتحكي لها رايا وبتعرفها ان البشر كسروا التعويذة واطلقوا الدرون مرة تانية، وبتعرفها سيسو ان مش هي اللي عملت الجوهرة وانها نقلتها بس اول ما سيسو بتقرب من الجوهرة بتنور تاني، فبتقول لها رايا على طول ان ده معناه انها لسه مرتبطة بالسحر اللي فيها، وبكده ممكن نقدر نستخدمها مرة تانية، بس لازم الاول نجمع باقي القطع بتاعة الجوهرة دي وننقذ العالم من الدرون ده. وقتها هيقدر والد رايا ان هو يرجع تاني وترجع مرة تانية الكوماندرا بلد متحدة. وفجأة بنشوف نماري وهي داخلة النهر اللي كانت فيه رايا علشان تدور عليها، بس وقتها مش بتلاقيها لأن رايا بتكون أخدت سيسو وروحوا علشان يشوفوا قطع الجوهرة اللي موجودة مع باقي القبائل. وبتروح رايا لأول منطقة وفعلا بيقدروا يوصلوا لقطعة الجوهرة التانية وبينجحوا إن هما ياخدوها، وبكده بيكون معاهم 2 من أصل 5. وبمجرد ما بتمسك سيسو الجزء التاني من الجوهرة تتحول على طول لإنسانة، وقتها تفرح جدا بشكلها الجديد. بس فجأة بتدخل عليهم نماري هي وجيشها واللي بتبدأ تحارب رايا، بس رايا بتنجح ان هي تهرب منها وبتاخد معاها سيسو. وبعد كده بيركبوا هما الاتنين على حيوان رايا وبيجروا بسرعة وبينطوا في المية، وكمان بيلاقوا مركب فبيدخلوا على طول. بس أول ما بيدخلوا بيلاقوا طفل صغير، وقتها بيسألوه عن الكابتن بتاع المركب، بس بيتفاجئوا ان هو ده الكابتن بتاعها، فبتطلب منه رايا ان هو يوصلهم للمنطقة التالتة. وبتتسرع التنينة وبتنزل تعوم في المية، فبتطلب منها رايا ان هي ترجع المركب مرة تانية بسرعة قبل ما الولد يشوفها ويقدر ان هو يعرف حقيقتها. وفي الوقت ده بيكون الولد بيحضر اكل ليهم، بس رايا بترفض خالص انها تاكل منه، لكن التنينة بتاكل منه وبتستمتع جدا. ولما المركب بيكون ماشي في طريقه بيعدي وسط درون كتير، وقتها الولد بيقول لرايا ان هو مش بيحب يخرج برا المركب دي خالص، وبيسألها الولد باستغراب هي الدرون دي بتكون عبارة عن ايه، فبترد عليه سيسو وبتقوله ان الدرون دي بتكون حاجة ضد التنانين، يعني زي ما التنانين بيحبوا المية والحب والسلام، الدرون بيجلبوا الدمار والخراب وكمان الشر، وبيحولوا كل حاجة قدامهم لرماد وحجر. واخيرا بيقدروا يوصلوا للمنطقة التالتة، وهناك بيقول لهم الولد ان هو يقدر يستناهم وكمان يوصلهم لمحطتهم التانية، بس كل ده بمقابل مادي اكيد. وبعد كده بتطلب رايا من سيسو ان هي تستنى في المركب علشان تفضل في امان،
وإن هي هتروح بسرعة تجيب الجوهرة وترجع تاني. بس بعد ما رايا بتسيبها بتقرر سيسو إن هي هتروح السوق علشان تشتري هدايا من هناك، بس بتكتشف إنها مش معاها فلوس خالص. ولما بيعرف الولد الصغير بيروح لها وبيقول لها إن هي تقدر تشتري أي حاجة هي عايزاها، وتقول لهم هناك إن هي هتدفع لهم بعدين زي ما الناس الكبار بتعمل، وإن ده هيكون زي وعد منك ليهم إن انت هتحاسبيهم بعد كده وانت كمان كبيرة وهيصدقوكي. وأول لما سيسو بتسمع الفكرة دي بتفرح جدا وبتروح بسرعة على السوق وبتلم حاجات كتيرة. بس قبل ما تمشي الناس كلهم بيطلبوها إن هي تدفع الفلوس لأنهم مش عارفينها. بس بتيجي ست عجوزة وبتاخد سيسو من السوق. ولما بنرجع مرة تانية عند رايا فبتكون في طفلة صغيرة ضحكت عليها وسرقتها. وقتها بتحاول رايا إن هي تجري وراها علشان ترجع القطعتين بتوع الجوهرة، وبعد كده بتعمل صفقة مع الطفلة وبتقولها كمان إن هي تديها فلوس، بس ده لو عرفت تساعدها في مهمتها. وبنكتشف بعد كده إن الست العجوزة اللي أخدت سيسو من السوق بتكون هي اللي معاها الجوهرة التالتة، وبتسأل سيسو وقتها عن القطعتين التانيين اللي مع رايا، وبتقولها كمان إن هي لو ما قالتلهاش على مكان القطعتين دول هتسيبها للدرون تاكلها. بس فجأة بتوصل رايا وبتقدر إن هي تنقذها، وبيرجعوا هما الاتنين على المركب. وهناك بنلاقي إن الطفلة وحيواناتها الصغيرين مستنيين كلهم هناك، فبتقرر رايا إن هي تاخدهم معاها. وفي نفس الوقت بتروح نماري علشان تقابل والدتها. وقتها تطلب منها الجيش الملكي، وده علشان تقدر تحارب رايا. وبتعرف والدتها كمان إن رايا دلوقتي رايحة تلم أجزاء الجوهرة. ولما بنرجع مرة تانية عند المركب فبنلاقي سيسو وهي قاعدة بتتكلم مع رايا، وبتقولها كمان إن التعامل مع البشر دول صعب خالص، وكمان لازم تكذبي وتتحايلي. فبتقولها رايا على طول إن أهم حاجة دلوقتي عندها هو والدها. وبعد شوية بيوصل المركب للمنطقة الرابعة، بس أول ما بينزلوا هناك بتقع سيسو هي ورايا في فخ ضخم جدا، وفجأة بيدخل عليهم شخص ضخم جدا وبيقدر كمان إن هو ياخد منهم ال3 قطع بتاعت الجوهرة. بس بيدخل عليهم بسرعة حيوان رايا، واللي بيكون على ظهره الولد الصغير، وكمان معاه الطفلة وحيواناتها الصغيرين، وبيقدروا كلهم إن هما ينقذوا رايا وسيسو، وكمان بيربطوا الراجل الضخم. بس فجأة بيسمعوا كلهم صوت نيمار، واللي بتكون بتحذر أهل المدينة إن هما لو ما سلموهاش رايا هتحتلها كلها. وبتكتشف رايا بعد كده إن أهل المدينة دي كلهم اتحولوا لحجارة ما عدا بس الشخص الضخم اللي خطفهم. وقتها بتقرر رايا إن هي تخرج لنماري، وكمان تطلب منها إنها تسيبها وتتفاوض معاها، وده بس علشان تقدر تلهيها ويقدر أصدقائها إن هما يهربوا من غير ما أي حد يشوفهم. بس أول لما سيسو بتشوف إن رايا قربت تتهزم من نماري بتقرر إن هي تساعدها، وبسرعة بتتحول سيسو لهيئتها الطبيعية وبتدخل على طول وبتاخد رايا وبتملى الدنيا كلها دخان علشان تقدر تهرب. وأول لما الولد الصغير والراجل الضخم بيعرفوا إن سيسو هي التنينة المقدسة بيقرروا إن هما يساعدوها هي ورايا. وقتها بيقدم الراجل الضخم قطعة الجوهرة الرابعة لسيسو، واللي أول ما بتاخدها بتطلع للسما على طول، ووقتها بتمطر الدنيا وبنشوف سيسو وهي عمالة تلف وهي سعيدة جدا. وبعد كده بيقرر الفريق كله إن هو يتوجه لآخر منطقة، وبتكون المنطقة دي هي قبيلة الزعيمة الشريرة، وده علشان يقدروا ياخدوا آخر قطعة من قطع الجوهرة. وبتبدأ رايا تشرح للفريق إن المنطقة دي بتكون محمية بقناة من المية، وإن الطريقة الوحيدة علشان يقدروا يدخلوا لها هيكون من خلال المية. وبعد كده بتقول لهم رايا إن لحسن الحظ معانا التنينة المائية سيسو. وبعد كده بتاخدها سيسو بتوديها للمنطقة بتاعتها، وهناك بتشوف تمثال والدها، وبتاخدها سيسو مرة تانية وتوريها تماثيل التنانين اخواتها، وبتقولها كمان إن هما كانوا آخر تنانين عاشت على الأرض هنا، وإن أخوها الكبير رفض إن هو يستسلم للدرون نهائي، وإن ده المكان اللي هما خاضوا فيه معركتهم الأخيرة، وكمان جمعوا فيه كل سحرهم وحطوه في الجوهرة دي. ووقتها اختاروها هي عشان تاخد الجوهرة وتنقذ العالم. وبعد شوية بتوصل نماري للمنطقة بتاعتها مرة تانية، وهناك بتحكي لمامتها على كل اللي حصل، بس بتكون مامتها عارفة، وبتكمل نماري كلامها وبتقولها إنها شافت حلم إن الكوماندا ممكن يرجع من تاني والعالم يتحد من جديد. بس مامتها بتقطعها وبتقولها إن لو العالم اتحد مش هنقدر إن احنا نحكمه،
وإن انتي دلوقتي خلصتي مهمتك لحد هنا. وبعد كده بتسيبها مامتها وبتمشي. وبعد شوية من الوقت بتوصل رايا وأصدقائها، وأول حاجة بتدخل الطفلة وبيقدروا يوصلوا لأوضة نماري، ووقتها بيرمولها السلسلة اللي اديتها رايا وهم صغيرين. فبتبعت نماري إشارة علشان تفهمها إنها قبلت الهدية. وبعد شوية بتروح رايا وبتقابل نماري علشان تاخد منها قطعة الجوهرة الأخيرة. بس فجأة هناك بتطلع نماري سهم وبتاخد من رايا باقي أجزاء الجوهرة، وبتكتشف رايا خداع نماري للمرة التانية. وبيجي أصدقاء رايا بسرعة علشان يلحقوها، وبيقولوا لها كمان إن كان غلط من الأول الوثوق فيها. وبتبدأ سيسو تقرب من نماري علشان تحاول تقنعها إنها تغير رأيها، بس للأسف بتصاب سيسو هي كمان بالسهم في الوقت اللي كانت فيه نماري بتحاول تصوب على رايا. بس رايا تختفي فجأة من وسطهم، وبنكتشف إن هي رايحة للمبنى اللي موجودة فيه نماري، وبيبدأوا هما الاتنين في القتال مع بعض. وفي نفس الوقت بيحاول أصدقاء رايا ينقذوا المدينة من الدرون قبل ما قوة الجوهرة تختفي نهائي. وبتتأثر رايا وبتقرر هي ونماري إنهم هيروحوا عشان ينقذوا المدينة مع الباقيين. بس وقتها سحر الجوهرة بيبدأ إن هو يتلاشى، وبتمشي رايا بالسلسلة اللي عليها رسمة التنينة، وبتطلب منهم كلهم إن هم يجمعوا أجزاء الجوهرة. وبتقولهم كمان إن الأهم دلوقتي إننا كلنا نثق في بعض، وإن هي دي بتكون قوة الجوهرة الحقيقية. وبتدي رايا الجزء اللي معاها النماري، وبعدها على طول بتتحول لتمثال من الحجارة بسبب الدرون. وبيقرر الباقيين كلهم إن هم يعملوا زي رايا، وبيدوا كلهم ثقتهم الأخيرة لنماري، وبيدوها كلهم القطع اللي معاهم. وبتبدأ نماري تجمع القطع مع بعض، بس للأسف بتتحول هي كمان لتمثال. بس فجأة بيختفي الدرون نهائي، وبتطلع قوة ضخمة جدا من الجوهرة، وبتنزل مطرة. وقتها بتسيح التماثيل الحجر كلها، وبترجع رايا ونماري والباقيين كلهم لوضعهم الطبيعي. وبيكتشفوا ساعتها إنهم فعلا نجحوا في إنقاذ العالم كله، وبترجع شلالات المياه في المدينة من جديد، وكمان التنانين كلها بترجع. وبترجع سيسو مرة تانية وبتفرح خالص برجوع اخواتها التنانين، وكمان بتحضن رايا وكل أصحابها. وبعد كده بنشوف الراجل الضخم وهو راجع لمدينته وأهله، وكمان الطفلة الصغيرة بترجع لمامتها، والولد الصغير كمان بيرجع لأهله. وبتقدر رايا كمان إنها ترجع لمدينتها، وهناك بتقابل والدها وبتحضنه على طول. وبعد كده بيقابل والد رايا التنينة سيسو، واللي بتقوله إنه لازم يفتخر ببنته جدا لأنها قدرت تجمع وتوحد كل المناطق، وكمان قدرت ترجع الكوماندا دي مرة تانية بعد كل السنين الكتيرة دي. ولحد هنا بتكون خلصت حكايتنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان تشوفوا كل جديد.